بعد سنوات من الظلام كنت كنساين على أحر من الجمر الفرصة المناسبة باش نسلم الرسالة ديالي لواحد من الحراس. وأنا كنطمع يدير اللي خاصو يدار باش توصل الرسالة لماليا. عرضت عليه جوج ديال الاقتراحات. الأول هو يسلم الرسالة يد في يد مقابل واحد المكافأة ونخلص ليه المصاريف ديال السفر. والاقتراح الثاني هو يصيفطها في البريد إلا تعذر عليه السفر. واخا كان متردد وكيتعذر، نجحت باش نقنعو يدير هاد المهمة الصعيبة. في الأخير قبل، ولكن بشرط أن الزوجة ديالو ولا بنته هي اللي تكلف بالعملية كزيادة في الاحتياط. صيفط الرسالة ديالي للزوجة ديالي وأيضا للمشغل ديالها الدكتور هادي مسواك، اللي كان من المؤسسين ديال الحزب الشيوعي المغربي في الأربعينيات، جنبا إلى جنب مع ليون سلطان وعبد الله بن بوعزة وعلي يعتا. وعرفت من بعد بأن الرسالة ديالي وصلت للعنوان ديالها، رغم أن هذاك المبعوث ما جاب لي حتى شي جواب. قريت الرسالة ديالي منشورة في مجلة الحياة تحت رقم 2404 تحت عنوان رسالة مختطف، وكانت كتبدا بهذا الشكل: أنا مهدود ومسجون منذ سنة 1973، بلا شمس وبلا طبيب وبلا دواء. الماكلة خايبة بزاف وقليلة، وحنا تحت رحمة الشتاء والبرد والجوع والوسخ والمرض اللي كيقتل. هنا ما كايناش الرحمة ولا الطيبة ولا المساعدة، تحرك ولا موت. أنا مسلح بالصبر والعزيمة، حيث كان آمن بالله. كان ننصح ولادي يبعدوا على الطريق البلية والطريق المعوج وصحاب السوء، ويطيعوا النصائح ديال امهم وجداتهم. راني مني كنفكر فيكم كنبكي، وشحال من مرة دمعات عينيا منين كنت كنفكر في هادشي. نسيت ما ذكرتش واحد التفصيل اللي ما عطيتوش أهمية في الأول، ولكن ولا عنده شأن كبير من بعد. في الوقت اللي كنت كنهضر فيه مع الحارس المبعوث، كان جاري على اليمين بارك طويل كيتصنت لينا، وشافني منين سلمت الرسالة. نقل الخبر للصديق ديالو في الطيران صالح الشاد الله يرحمه، رقم 29، بواسطة واحد الشفرة متفقين عليها بيناتهم. اغتنم هاد الأخير الفرصة وطلب من الحارس يصيفط الرسالة للزوجة ديالو اللي كانت صيدلانية في القنيطرة. كان علينا نسينو حتى لأبريل سنة 1978 باش يقدر هاد المبعوث ياخد عطلة ديال 10 أيام. وفي انتظار ذلك وحنا غارقين في الحزن، نزلات علينا مصيبة جديدة. دوزنا سنين طويلة بزز منا وحنا صابرين على الصياح العالي والنداءات اللي كتقطع في القلب، والضرب القوي ديال واحد من الرفاق اللي طار ليه الفرخ وجن. واش هو جيني من جنون البناية رقم 2 جاي يزورنا؟ يمكن، ولكن الحقيقة البينة هي أن صاحبنا ميمون الفاقوري دوز وقت طويل وهو كيتأمل الحالة ديالو بوحده في الزنزانة، وخلق لراسو واحد العالم خاص كيحلم فيه بصمت تام. كان ميمون بحال العقوري، راجل صامت وانطوائي. بدات هاد القصة المؤلمة واحد النهار في دوجنبير، منين كان أحمد المرزوقي كيجود القرآن وكيترنم بالآيات ديالو اللي كتهز القلب وكتدخل فيه الخشوع. فجأة غادي يقطعو ميمون وطلب منه يسكت. طلبنا منه يفهمنا علاش دار هكذا. غادي يجاوبنا بأن أصوات غريبة في الزنزانة ديالو كتأمرو باش يسكت قارئ القرآن حيث كيصدعهم بزاف. حسبنا هاد الشيء غادي يدوز، ولكن ميمون بدا كيهضر مع راسو كيتكلم مع هاد الناس اللي سماهم الزوار، اللي كانوا الصحاب كيحسبوهم جنون وكيحسبوهم هو مبعوث الحرية. كان بعض المرات كيضحك وكيطلق فقاقات عالية، وبعض المرات كبدا يغوت واحد الغوات اللي كينشر الرعب. دام هاد الحوار بين السجين والزوار ديالو قريبا شهر. من بعد بدا كيصرخ بواحد الصوت عالي وكينادي على صحابو اللي كانوا في الجناح الآخر، ومنين ما تلقى حتى شي جواب سحب ليه بأنهم طلقوا سراحهم.
فبدا المسكين كيضرب الباب الحديدي بكل الجهد ديالو وهو كيطالب بالحريه ديالو. طلقوني، باغي نكون حر بحال صحابي اللي خرجوا. وكينادي على البحباح: اجي خرجني، اجي فتح ليا. ما بغيتش نبقى في الحبس، كملت العقوبه ديالي. والمقصود انه محكوم غير ب3 سنين سجن بقضيه البوينغ الملكيه، وسال العقوبه ديالو في سنه 1975. ولكن هاد الزياده ديال عامين فقدته العقل ديالو ورجعته مجنون بفعل الظلم ديال البشر. اما الصحاب اللي كان كينادي عليهم فراه ماتوا شحال هادي. كانت الطريقه ديالو في المطالبه بالحريه كتهد ليه الصحه ديالو وتهلكو، وفي نفس الوقت كتصدع صحابو الاحياء، خصوصا انه ما كانش كيسكت ليل ونهار من الصياح والضرب على الباب. طلبنا منه بزاف ديال المرات يتهدن باش نقدروا ننعسوا، ولكن نادرا ما كان كيتصنت لينا، حيت ما بقاش في كامل الوعي ديالو. بعد معايا من انتظار الفرج وسماع الوعود الكاذبه، ما بقاش كيخاف لا من الغضب ديال السجناء ولا من التهديدات ديال الحراس، واستمر في الضرب والصياح ديالو. انتقلت العدوى ديال هذا المرض الشيطاني من البنايه رقم 2 للبنايه ديالنا، واعتقد البعض منا ان الشيطان هو اللي كان كيضرب على الباب في بلاصه صاحبنا، حيت الشيطان بوحدو هو اللي عنده هذه القوه الخارقه. والبعض الاخر غادي يقول بان ميمون هو اللي كان كيضرب، ولكن مسكون بجني بغى يخرب البنايه، حيت هذا الصداع كيسبب نزيف دماغي لا محاله. وفي هذه الاثناء وحنا كنعيشوا وسط هذا الصداع اللي ما كيتقطعش، مات السرجان علال المهاج في 9 من دجنبر سنة 1977 في البناية الثانية بسبب تسمم معوي. ومهاج طيار محكوم عليه ب20 سنة سجن، حيت طار فوق مطار الرباط سالة الدولي وصور الأحداث ديال الانقلاب ديال 16 غشت 1972 قبل ما يتدفن بحال الآخرين في تازمان مارت. كل ما يمكن يتقال على سنة 1977 هو أنها كانت كارثية أكثر من السنوات اللي فاتت، حيث البناية براسها قاستها المصائب اللي كتقتل. وفي نفس العام تسدات القوات ديال المراحيض بسبب القلة ديال الماء، ونجم على هذا الشيء فيضان ديال المياه العادمة اللي غرقات فيها الزنازين والممرات، فاحت منها الرائحة الخانزة في أرجاء السجن كامل، وانتشر الدبان والناموس والحشرات من كل لون. ومرضاتنا هاد الروائح الكريهة. طاب البعض منا بالسل، وغادي نهضر في الوقت المناسب على الحالة الأكثر بشاعة واللا إنسانية اللي ما غاديش تغفر للحراس. الشمس، إنها الشمس. في 7 من يناير سنة 1978 الساعة 4 تفاجأنا بزيارة غير منتظرة ديال الحراس فوقوا الناس اللي كانوا ناعسين القيلولة ديالهم فجوعين، حيث مولفين على واحد التوقيت محدد. واللي ثار الحيرة ديالي هو حضور جميع الموظفين والحراس، حتى دوك اللي كانوا في العطلة ديالهم. كان كل شيء لابس الكسوة النظامية العسكرية في الوقت اللي كنا مولفين نشوفوهم بالحوايج المدنية. تفاجأت أيضا بالسلوك ديالهم اللي ماشي عادي. بداو كيفتحوا الباب الأول، واتجه واحد فيهم لرشد بن عيسى وقال ليه: هز المقراش ديالك والطبسيل والغطا ديالك وتبعني. مثال صاحبنا قبل ما يفهم شنو كاين، حيت ما كاينش الفائدة من السؤال. البشر ولاو هنا بحال الروبوتات، خصوصا أننا كنا كننتظروا الأحسن. من بعد فتحوا الزنزانة الثانية وأمروا محمد الغالو بالخروج، ولقى مسكين صعوبة كبيرة في المشي بسبب الروماتيزم وبداية شلل نصفي. غادي يشد فيه واحد الحارس من الكتف ديالو ودفعوه لخارج الزنزانة. بقيت كنشوف من خلال هذيك العوينة ديال الباب صحاب المحنة كيدوزوا واحد من مر واحد. القبطان عبد اللطيف بن الكبير اللي كان في الأيام الخالية عملاق كيمشي مشيه فيها الهيبة والرياضة ودائم الأناقة، ولا دابا
كيجر حوايجو المقطعة والموسخة مقوس الظهر، كيجر رجليه المريدة بالروماتيزم، والجسد ديالو هلكو المرض والنحافة الشديدة الهزال. وهو اللي مارس رياضة كمال الأجسام لسنين. منين وصل للباب الكبير ديال البناية عماه النور ديال الشمس اللي ما شافهاش منذ الوصول ديالو للمعتقل، ودات لي عقلو السماء الزرقاء الصافية والإحساس بالحرية. غادي يترنح في المشية وطاح ساجد لله، كيبكي وكيضرع عليه بصوت عالي وقوي: يا رب الملكوت، كنطلبوا رحمتك وغفرانك، أنت وحدك القادر تنجيني من بين يدين الظالمين، أنت ربي ومولاي، كنطلب رضاك ومغفرتك. هزوه الحراس بقساوة، فمشى كيتمايل بحال شي مسطي. صرخ واحد من المسؤولين: أسرعوا، راه ما عندناش الوقت اللي نضيعو. وجا الدور على عبد العالي الصفراوي اللي تقدم بخطوات ثقيلة، وجهه مخبط بالتعب والشحوب وصدمني الضعف ديالو. ومشى موراه عبد الله أكعاو رقم 5 كيجر رجليه بحال الا كيتزلق، وستند على الحيط باش ما يطيحش. هاد السجين اللي كنت كنعرفو غير من الصوت ديالو الغليظ الأبح، عمرني ما شفتو واخا دوزنا 4 سنين في نفس المعتقل الملعون. شفت أخيرا هاد الصوت بلا وجه، وشفت حناكو المقورة ووجهو الشاحب والجسد ديالو الطويل والنحيف بحال الصنارة ديال الصيد. غادي يتبعو رقم 6 تجاني بالرضوان اللي كان قصير القامة وبداتو الصلعة. مشى طاوي الجسد ديالو وشاد على كرشو بيديه بجوج، والظهر ديالو داير زاوية 90 درجة مع رجليه. صرخ واحد من المسؤولين من بعدو: كان المفروض يكون المرحوم شجاعي اللي مات هادي شهرين. غادي يمر من قدامي أيضا الرفيق محمد عفيوي رقم 8، مقوس الظهر بحال شي شارف، كيمشي شوية بشوية وبصعوبة. ما قدرتش نبين ملامح وجهه بسبب شعره الطويل المغبر واللحية ديالو الكثيفة. تعرفت عليه غير بالصوت ديالو اللي ولا فيه نغمة رزينة، هذاك الصوت اللي كنت كنسمعه مرة ولا جوج في كل فصل، حيت العفيوي كيحب الوحدة والهدوء. واخر واحد داز قدامي هو عبد الكريم سعود، واخا كان صغير في السن بان مهدود، كيمشي مترنح كيتمايل حافي الرجلين اللي تنفخوا بسبب البرد القارس. حوايجو المقطعه كتبين بعض الاطراف من الجسد ديالو النحيف، واللحيه الكثيفه الشقراء عطاتو مظهر بحال شي قرصان بلا خدمه. صدماتني بالاخص عينيه الخارجه والحمراء بسبب الظلام بلا شك. اما شعر راسو طويل والموسخ رجع ليه مظهر بحال شي ساعه يتالف، كيف ما كان الحال ديالنا كاملين بلا استثناء. المظهر ديالنا كان كيرحب، خافوا منا الحراس بسبب الغرابه ديال النظرات ديالنا، زياده على الرائحه ديال الكيح اللي كانت كتخرج منا. النخاع ديالنا براسو كان خانز بحال النخامه اللي تعفن بسبب الالتهاب ديال الجيوب الانفيه. خرجت منا روائح خايبه، حتى ان الحراس كانوا كيلووا على وجوههم كل ما بغاو يفتحوا الباب ديال الزنازين ديالنا. كان المنظر ديالنا مقزز للغايه، والرائحه كريهه بزاف. كل الصحاب اللي دازوا قدامي كانوا كيشبهوا للجثث. تخيلت بانني كنشوف اشباح ماشي بني ادم، وتبدلت الاحوال ديالهم حتى انني ما عرفتش صحابي ديال زمان، صدق او لا تصدق. في الوقت اللي كنت كنساين الدور ديالي باش نخرج ونعرف السر ديال هاد اللغز، ولا على الاقل نبدل البلاصه ونتنفس هواء جديد، دخل سكرتير ديال المدير السرجان السي الحسن زربان، وبان عليه الارتباك، وامر الحراس باش يحبسوا العمليه. بعد لحظات رجعوا صحابنا للبنايه ودخلوا للزنازين ديالهم. سأل واحد الحارس الفضولي رئيس المجموعه على السبب من هذا الامر المخربق. جاوبوا: راه وقع خلط والتباس، حيت لي تلقى الامر نقلب مقلوب. رد عليه الحارس الفضولي: كان عليه يتاكد قبل ما ينفذ. علاش هاد الصداع كامل بلا فايده؟
وبعد شوية ديال الصمت غادي يزيد يقول: مع العلم أن السكرتير قاري ماشي بحالنا. غادي يجاوبوا الآخر: راه الناس اللي قاريين هما اللي كيديروا أغلاط كارثية وهما أبلد منا. من بعد عرفنا بأن المدير كان في مهمة خاصة في الرباط، وتم تلقى تعليمات خاصة. غادي يتصل بالسكرتير ديالو وطلب منه يخلي نصف البناية الثانية ويدير كل جوج سجناء في نفس الزنزانة، ويخلي الجناح الآخر باش يستقبل سجناء جدد غادي يوصلوا في المساء ديال نفس اليوم. وفي عوض ما يقتصر على البناية رقم 2 فقط، نقل السكرتير صحابنا باش يخلي جزء من البناية ديالنا. وحيت بنادم ما عنده قيمة هنا، نقلهم من بلاصة لأخرى بحال شي سلعة، بالأقل من سلعة، حيت السلعة كتطلب رخصة ديال النقل ووراق أخرى. بعد ما مشاو الحراس عاودوا لينا صحابنا بتفصيل ممل شنو طرا ليهم في هذاك الرحيل القصير. داوهم كاملين البناية الثانية وحطوا كل واحد فيهم في زنزانة مع سجين آخر. كان بن عيسى رقم 1 هو أول من بدا القصة ديالو الحزينة. حطوني في الزنزانة رقم 30 مع ماليها عمار وشكوين، اللي لقيتو ملوي في الغطاء ديالو وطايح فوق السيمة على الأرض. طلب مني باش نقترب منه باش يسلم عليا، حيث كان مسكين مشلول. اللي أثار الانتباه ديالي هو رائحة العفونة الخايبة والبابة ديال الخبز المرمي تحت راسو. بادرني وقال لي: مرحبا، أنا عماروش، من 4 شهور وأنا على هذا الحال. كنعاني من الالتهاب المعوي وكان ساين دوري باش نلتحق بالرفيق الأعلى. ماتوا 6 ديال الناس في هذه البناية، ما كنقدرش ناكل الماكلة ديالي. كنطلب منك السماح على هذه الريحة هذه الخايبة، حيت كنتبول في سروالي. أنا فرحان حيت انت معايا باش تعاونني. شنو اسمك؟ تأثر القلب ديال بن عيسى اللي فيه الطيبة لهذا الكلام وجاوبه: سميتي بن عيسى رشدي، سارجان طيار من تافيلالت. ما يكون باس، غادي نعاونك باللي قدرت عليه، وإن شاء الله من دابا لقدام اعتبرني خوك الصغير. فجأة دخل عليهم حارس وأمر بن عيسى يجمع حوايجه القليلة باش يرجع للبناية رقم 1. من بعد عاود كل سجين المغامرة ديالو المفاجئة والقصيرة، واتفقوا كاملين على أن السجناء الآخرين كانوا في وضعية كفس من الوضعية ديالنا، ماشي غير بسبب الموتى اللي سقطوا، بل حيت كاينين ناس كيحتضروا مجانين منهم اليوتنو حيف والقبطان بندورو، السجين اللي قتلوا المرحال بعد 4 سنين و6 شهور. ما عرفوش صحاب الزمان بعضياتهم، حتى زمان مارت شوهاتهم بسرعة كبيرة. في نفس الليلة اللي تنقلوا فيها جزء من المعتقلين لجناح آخر، تل الانتباه ديالنا الصوت ديال الحديد ديال البيبان وهو كيتفتح وكيتسد، وتبعوا الصوت ديال المحركات ديال الشاحنات وهي كتدخل لساحة السجن. سمعنا أصوات كتعطي الأوامر والصياح والنداءات، ثم الصدى ديال البيبان ديال الزنازين وهي كتسد بزاز. ومن بعد ساد الصمت وما بقيناش كنسمعوا غير الصفير ديال الريح. عرفنا من بعد بأن الكوموندون ديال الدرك الملكي اللي كان برتبة ليوتنون في سنة 1973 منين رحلنا من القنيطرة، جا من سجن آسفي وجايب معاه 17 سجين إفريقي باش يسجنهم تزمان مارت. وعرفنا أيضا بأنهم كانوا كاملين عسكريين بالبدلات ديالهم المعروفة، كاملين حفاة عراة وشبان باستثناء اليوتنون المريض والشارف. كانوا كيهضروا بيناتهم بواحد اللهجة قبلية، باستثناء برنار وزكريا المسلم اللي دار علاقات سريعة مع أصحابنا، ويمكن الإحساس الضيقي هو اللي خلاه يقترب منهم. كانوا كاملين كيهضروا بالفرنسية وكيفكروا فيها، وداروا حوارات مع أصحابنا، ولكنهم كانوا كيتفادوا الجواب على الأسئلة اللي فيها الإحراج، بحال الكشف على الجنسية ديالهم ولا أسباب الاعتقال، حيث كانوا محتاطين بزاف ديال المرات منعوهم من الهضره مع المعتقلين وداروا شجارات معهم. إلا داروا هكذا دوزوا الليلة الأولى في الزمهرير البرد القارس ديال تزمان مارت كيف دوزوه الآخرين.
ادعى بعض الحراس بأنهم كوماندو من جبهة البوليزاريو، ومشى واحد من الحراس المطلعين إلى أنهم من الأفارقة السود من جنوب موريتانيا، وكانوا كيخدموا لصالح السنغال وتدربوا باش يديروا القلاقل في البلاد عبر عمليات مسلحة. سألت مورين هذا الادعاء واش هما موريتانيين ولا سنغاليين؟ جاوبني. هما موريتانيين من أصل سنغالي كيطالبوا بالانفصال. غادي نسولو ولكن شنو دخل المغرب في هذا الشيء؟ غادي يقول لي وصلوا المعلومات ديالنا أنهم يمكن بعض الثوار من معارضين لنظام موبوتو ونفوهم هنا باش يخوفوهم. شخصيا رفضت هذه الاحتمالات بثلاثة حتى يثبت العكس. دهشوا هاد الأفارقة من النظام القاسي المطبق في تازمان مارت واقتاحهم هذاك الشيء اللي قاسنا، وسرعان ما طاحت المعنويات ديالهم للحضيض ودخل فيهم اليأس، واعترفوا بأن البلاد ديالهم كذلك فيها هاد الأمور، ولكن دهشوا من يلقاو بحال هاد الشيء في بلاد قريبة من أوروبا. تعمرت ساحة السجن واحد الصباح بكل أنواع الحيوانات، حيث المدير جاب في الأول الغنم ثم الماعز، وغادي يزيد من بعد الدجاج والديوكة الرومية بيبي. وعلاش ما استغلش الساحة وهي خاوية على عروشها وممنوعة على المعتقلين؟ هكذا ولات الساحة المنظورة لنزهة السجناء كوري ديال البهايم ديال المدير اللي صبرنا على الصراع ديالها مدة طويلة. وفي 13 من يناير 1978 مات بوتو موحى بسبب التهاب معوي وقرحة ديال المعدة. كان بوتو محكوم عليه ب3 سنين سجن سنة 1971، وكان المفروض يتطلق سراحه في الفاتح من غوش سنة 1974، ولكنه بقى معتقل بلا حق حتى خرجت الروح ديالو باش يتدفن في قبر مجهول. عرفنا بأن الوالدين ديالو ما كانوش بعاد على المكان إلا ب40 كيلومتر فقط. هذا الضابط الشاب النشيط والرياضي والظريف بوجهه الطفولي كان رزين ومثقف، ما ضيعش الوقت ديالو في السجن والتهم جميع الكتب اللي كانت في مكتبة الرهبان. كان شهر فبراير 1978 هو أقصى الشهور في تاريخ البناية الثانية. في 12 منه ماتوا 2 سجناء، الأول في الصباح والثاني في العشية. مات الأول هو عمارو شكوين المحكوم عليه ب10 سنين سجن قضية تسخيرات بسبب تسمم معوي بعد مرض طويل اللي خلاه طايح فوق الأرض مدة طويلة. وعماروش من مواليد بوعراريج، تربى في الريف ثم رحل للجزائر كيقلب على الخدمة قبل ما يلتحق بالجيش الفرنساوي وحارب في الهند الصينية. من بعد هرب من صفوف الجيش الفرنساوي والتحق بجيش التحرير، وتمت الإدماج ديالو في القوات المسلحة الملكية سنة 1956، وبقى في الصفوف ديالها حتى تقبض عليه في 10 من يوليوز سنة 1971. وهو مزوج وأب ل6 ديال الوليدات صغار اللي ما تربوش قدام عينيه. كان كينتظر الموت ديالو، وكانوا الصحاب كاملين وحتى الحراس كينتظروه باش يسرعوا في الدفن ديالو ويتهنوا منه ومن الشجارات ديالو معاهم، حيث كان معروف عليه أنه كيكتر من السب والشتم والتهديد. في الوقت اللي كانوا فيه الحراس كيدفنوا الميت، كان صاحبنا الآخر يحتضر حتى دورات الصحة ديالو منذ شهور. غادي نقلوا الحراس للزنزانة ديال صاحبه عبد السلام حافي، ومن غرائب الأمور أنهم يحطوا شخص نصف مجنون جنب واحد آخر مشلول يحتاج للعناية. ولكن كل شيء كان غريب في تازمان مارت، إلا إذا كانوا الحراس تعمدوا هذا الشيء، حيث كان كيعطيهم أقبح النعوت والشتائم. في هذاك اليوم الكحل رجعوا الحراس على غير العادة ديالهم في الساعة الواحدة زوالا، وفتحوا الزنزانة وسألوا حافي شنو كدير. جاوبهم كنت كنهضر مع صاحبي ولكنه طلب مني نخليه ينعس شوية. أمرو السرجان الشاف ريح جمع حوايجك ومشي للزنزانة ديالك. غادي يرد حافي ولكن ما يمكنش نخليه وحده، راه محتاج ليا. غادي يجاوبو ما غاديش يحتاجك وما غاديش يحتاج لغيرك، واش ما شفتيش بأنه مات؟ قال ليه ما كنظنش أنه مات، راه دوزنا الصباح كامل في الهضرة وكان وضع عادي، أنا متأكد بأنه غير ناعس.
وبلا ما يعطيو لهضرته اي اعتبار او لا اهميه، هزو الميت اللي كان كيقضي الوقت كامل ملوي في الغطا ديالو اللي فيه ريحه خايبه، وخرجوه للساحه وغادي يدفنوه بحال اللي سبقوه، وبلا ما يتاكدوا واش مات فعلا ولا لا، واش دفنوه بعد ما مات ولا كان مازال يحتضر. الله بوحدو اللي عالم. والحراس ايضا واش غادي يتجرؤوا يقولوا الحقيقه شي نهار؟ يمكن أن سجل المرحوم هو المحجوب اليقيد المحكوم عليه ب20 سنة سجن منذ سنة 1971. كان عزابي وعمره 30 سنة ومن أصل مراكش. مات بسبب الشلل التام والنحافة الشديدة. كان ممكن يتنقد حيث ما كانش كيعاني لا من نزيف ولا من التهاب، وبقى صافي الذهن حتى مات وهو كيطالب بالحق ديالو. كان محبوب من طرف صحابه اللي حزنوا بزاف على الفراق ديالو. منين كان حي حارب التعسف والمعاملة القاسية بشراسة باش يحافظ على الكرامة ديالو. وكان الممثل ديالنا لدى إدارة السجن في القنيطرة، وسبق ليه تعاقب بأسبوع في الكاشو حيث احتج على النظام الداخلي ديال السجن، وقال المدير في هذاك الوقت ماشي معقول طبقوا قوانين 1932 وحنا راه في 1972. هذا قانون الغابة. قول للحراس ديالك يحترمونا وحنا راه ما غاديش نسكتوا. انتوما كتعلموا غير الحسنه في الريوس اليتامى وماشي في الحيتي تبنيو العشاش. كان اليقيد كثير المرح والضحك مع اصحابه، وقبل موته باسابيع قال هاد العباره: لو كان هنا شي متعلم حجام يتعلم فيا الحسنه، ولا شك غادي يلقى في الحيتي شي عشاش. بقى على هاد الحال ديال المزاح اولا المزاح حتى جا الاجل ديالو في 20 من فبراير 1978، والجو كان ممطر وحزين. كانت البناية مازال في الحزن ديالها منين نزلت المأساة للمرة الثالثة في شهر واحد. طفات روح أخرى في هذا النهار، فزاد حزن القلوب المجروحة وتزات النفوس اللي نخرها اليأس والخوف. كانت الحالة ديال السرجان الشاف العايدي المحكوم عليه ب3 سنين سجن بقضية الطائرة الملكية اللي مات في هذاك النهار مختلفة على الحالات الأخرى. ما عمرو منين وصل المعتقل تصاب بشي مرض، وكان كيجاري القدر بنكران الذات، واعي بالعواقب الخيبة ديال اليأس، فأخذ طريق الفرح الدائم والعدم لاكتراث بالمشاغل اليومية. كان العايدي رئيس القيمين على السلاح في القاعدة الجوية، وبقى محبوب محترم من طرف الناس اللي تحت الإمرة ديالو حتى في السجن، اللي كانوا كيتصنتوا النصائح ديالو وكيعملوا بها. راجل رزين ناضج غير مبالي بظروف الدهر، كيختار من الحياة أحسن ما فيها. احترموا كل شيء للنشاط ديالو والفتنة ديالو، وبما أنه كان مزوج وأب لجوج ديال الوليدات فقد كان أب حنون والزوج لطيف في المعاشرة. بدات المأساة ديالو منين تسدات القوات ديال المرحاض أعزكم الله بواسطة واحد البونجا ولا شي حاجة تافهة. وقع هاد الشي للسرجان الشاف. هاد السرجان الشاف اللي قايم على البناية غادي يشتموا هاد الاخير قبل ما يعطيه مقراش ديال الماء اضافي. لسوء الحظ ديالو ما لقاش الماء في الجوج ديال النهار اللي من بعد سلموه جوج مقارش اضافيين، ولكن المرحاض بقى مسدود وكانت كل المحاولات فاشلة. بعد اسبوع طلب منهم يعطيوه سلك ديال الحديد لعله يقدر يجبد هذاك الشيء اللي مخبع في القواتس. خاد هذا الشيء اللي بغى ودار منه واحد الكلاب واحد الخطاف وغادي يشمر على كتافه، ودخل هذاك الخطاف واليد ديالو وبدا العمل الشاق ديالو لمدة أسبوع بلا نتيجة. كانت الزنزانة طوال الوقت كتخرج منها رائحة كريهة كتسبب الغثيان للحراس كل ما تفتح الباب ديالها. خاف هذا الحارس من انتشار وباء ما فوضع أنبوب الماء تحت قدم السجين، فكانت هذه المبادرة كارثية. زادت الطين بلة حيث فاض الماء الموسخ والخانز عزكم الله وساح في الأرض ديال الزنزانة اللي تحولات لحوض ديال الماء كيعوم فيها الفضلات. فاض الماء ووصل الممر الكولوار مما أغضب الحراس، غادي يتهموا بأنه كيتعمد يدير هادشي باش يصدعهم.
غادي يحلف بأغلظ الأيمان بأنه ما دار حتى شي حاجة، ولكنهم هزوا عليه واحد الحقد في النفوس ديالهم تسبب في الضياع ديالو. كل ما كان كيقضي الحاجة ديالو كانوا الماء والفضلات كيزداد حتى تعذر عليه يتحرك بلا ما يتخبط في المياه المخربقة. والتصق البراز بجنبات الزنزانة، وضع العايدي شرويطة أي المنديل على نيفو باش ما يخنقوش هذوك الروائح القاتلة، ولكن العفن مس كل شيء، اليد والأدوات وجنبات البلاصة. طلب من هذاك الحارس يبدل ليه الزنزانة ديالو اللي ما بقاتش الحياة فيها تطاق. رفض هذا الأخير الطلب ديالو وقال ليه ممنوع، بقى تما، ما عندي من دير لك. غادي توصل ليه العايدي، الشومبرات خاويين، كاين بزاف، ديروني في شي وحده فيهم. راه اولا غادي تعتقوني، وثانيا غادي تجنبوا البارتما من الميكروبات والريحه والوباء. غادي يرد عليه هذاك الحارس بانه اذا كانت المراحيض مسدوده فذلك بسببه هو، وانه عليه الانتباه دابا، لان كما نسوقش حنا كنشموا الريحه الخانزه ماشي شغلنا. غادي تبقى تما مع هذا الريحه. توصل ليه السجين، خبر على الاقل المدير، لا بد وان يتخذ قرار لصالحه. وبقى المعتقل كيغدي الامل في الحل لمده طويله، لعل المدير يبادر ويفرج الكربه ديالو. هيهات، كان قلب الحارس غليظ وقاسي، فما حن وما رق لهاد الشروط اللا إنسانية، وما فلحش الإحساس ولا روح المسؤولية. فك الحديد اللي داير في قلبه، ولا تكسر الغلاف اللي طوق به ضميره، ولا رفع الغشاوة على عينيه اللي هجراتها الرحمة والطيبة. ويا ما احتج العايدي وتوسل وصرخ وبكى وصاح، ولكن لا حياة لمن تنادي. حاول هذاك الحارس يصبره بقوله لا تحزن، غادي تحل الأمور بعد عودة المدير، مع العلم أنه كان بإمكانه ينقلوا للزنزانة أخرى بلا ما يشاور الرئيس ديالو. والحجة القاطعة على هادشي هي أن الحراس أنفسهم كانوا كيسألون على الأسماء الشخصية والعائلية ديال الناس اللي كيموتوا منا، حيث ما كانوش كيعرفوا علينا إلا أرقام الزنازين فقط. وقد أدى عناد هذا الحارس بحياة سجين، وما بقى ليه مع العدالة حتى شي طلب، واحتفظوا به رغم انقضاء العقوبة ديالو. وهكذا عاش صديقنا في هاد الظروف، وحرم راسو من الماكلة باش ما يمشيش للمرحاض، والورث وجهوا بالغطاء ديالو باش ما تخنقوش هذيك الريحة ديال التعفن. ما كفش المسكين عن الاحتجاج حتى بدا كيسعل وأصابه المرض، وما عتقو حتى شي واحد، بقى كيسعل وكيبزق الدم، وما توقوش ليه الحراس. فزع العايدي وغضب واحد الغضب شديد منين تأكد بأنه مصاب بالسل، وبدا الجنون كيتسلل ليه شوية بشوية. صرخ وبكى واتهم هذاك الحارس بالمأساة ديالو. وقبل أسبوع من الموت ديالو شداتو حمى ديال الهديان، وتعب بزاف حتى ما بقاش قادر لا على الصياح ولا الأنين، وبقى ساكت حتى 20 من فبراير سنة 1978 فطاح ميت وسلم الروح لباريها في صمت تام، وتدفن في الشروط المعروفة ولا جبل الفئران. غرق رحيل العايدي صحابنا في اليأس والاستسلام كما هي العادة، وكل ما بدا الاحتضار ديال شي مريض منا كانت البومة موكا كتنعق طوال الليل مؤنذرة بالشؤم القادم. وطوال هاد المدة الحرجة اللي كان العايدي كيتأوه فيها، كان طائر الشؤم كيطلق الصوت المنحوس ديالو اللي كترعد ليه القلوب قبل ما يغيب تماما بعد موت صاحبنا، باش تحل غير بان في البلاصة ديالو طوال مدة تعفن الجثة وتبقى ظاهرة كتنعق. وللناس اللي كيقولوا بأن الرفيق العايدي ضربوا الجن أو لا ضربوا الجنون حيت فقد عقله، كنقول بكل مرارة أن الجن الحقيقي هما هاد الحارس وأمثال الرؤساء ديالو. كان شهر في مارس شهر الكوابيس والأوهام والتخيلات الناجمة عن التوتر ديال بزاف منا والتفاعل ديالهم مع المآسي الجديدة، وولا على المرضى ينتظروا دورهم في الرحيل.
في تزمان مارس كانت المعاناة أقسى من الموت، وخا كانت كتدي للنهاية الحتمية بعد ما كيقضي المريض مراحل من العذاب والآلام الرهيبة. وبكل صدق كنقول بأننا كنا كنتمناو الموت في عوض المعاناة، ولكن مع ذلك سلمنا أمرنا للأقدار وتحملنا المكتوب. كان الجرح ديالنا كيتعفن يوم على يوم وكينزف أكثر فأكثر، وزاد النزيف ديالو في أبريل سنة 1978. خارج السجن كان الربيع بدا العودة الخضراء ديالو للحقول بالأزهار ديالو الزينة والشمس المشرقة اللي كتبخر بالأشعة ديالها الضباب ديال الصباح حتى كيتراقصوا الفراشات والنحل متنقلا من وردة الأخرى. أما حنا فقد كنا في البيوت ديالنا كنترعدوا من البرد في انتظار نهاية شهر يوليو، في هذا الفصل اللي كنستقبلوا الطيور بالغناء الناعم ديالها والسماء بالزرقة الصافية ديالها بعد ما صفطات السحاب الصغير ديالها للمدى البعيد. في هذا الفصل كانت التخيلات ديالنا كتسرح في الظلام، كتقلب على مهرب باش تبعد عن الواقع المر ديالنا، لعلها تلقى في النسيان سلوان. ولسوء الحظ كانت الوقائع والأحداث المأساوية كترجعنا للواقع الملموس